حنا نتضايق من رمي هاد المخلفات ديال البناء وهاد الازبال في الشارع العام. حنا كنشوفوا هنايا الازبال متراكمه، كنشوفوا يعني هو مجمع ديال الكلاب الضاله. يعني في الليل كاين واحد المكان اللي هو مخيف، كدوز من هنايا في الليل والظلام. يعني هو مجموعه من المشاكل اللي كتعوق الساكنه ديال البيضي وديال البرشيد بصفه عامه. اذا حنا كنطالبوا يعني السلطات وكنطالبوا يعني المجلس البلدي باش يزول هاد المخلفات ديال البناء ويدير واحد يعني حارس او يوميا كتلاح. والمسجد يعني قريب المسجد، قريب الساكنه. يعني حي القباج بدا كيعمر بالساكنه، ويعني نفس الامر ونفس يعني المخلفات مازال كتكاثر هنا في هاد الاحياء هذه. في الوقت اللي كنا نطلعوا كجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وكتنسيقيه باش تكون مدينه نظيفه والمواطن يستنشق هواء نقي وكاين حدائق خضراء، في الوقت اللي كنتفاجئوا بهذا الركام الكبير ديال هذه المخلفات ديال البناء اللي حولت برشيد الى بعض المزابل العشوائيه. اصبحت هذه كتشكل، شوفوا المشاهد راه كيشوف انها كتشكل خطر على من الناحيه الامنيه، واصبحت كذلك على البيئه وعلى نظافه المدينه. فاحنا كدار نظافه كدي اموال باهظه كتمول من دافع الضرائب، وفي الوقت اللي ولذلك احنا نتحسروا كذلك هذه المقاولات اللي كتجني ارباح طائله المزابل وكترمي هذه. كنتحسروا على الحاله اللي اصبحت عليها بعض التجمعات السكانيه، ومن خلال بعض الصور اللي شاهدته اليوم، هو ان كاين تراكم ديال مجموعه من الازبال، مجموعه من الخلافات ديال البناء اللي اصبحت تعيق التنميه هنا في المدينه، واصبحت تشكل خطر على السكان وتشوه جماليه المدينه، وانها تضر بالفضاء الصحي وتشكل خطر على البيئه. فالملاحظ هنا مثلا بمجاوره ديال 9 يوليوز وحي الراحه، هذه المخلفات البناء الكثيره هنا ما عرفناش شكون اللي حطها، في غياب مراقبه ديال الجهات المعنيه. وهنا كناشدوا المجلس الجماعي بمختلف انتماءاته الى الحد والوقوف من اجل الحد من هذه المخلفات البناء اللي الان اصبحت في مجموعه من الاحياء المجاوره وداخل مدينه برشيد. من بين المطارح والنقط السوداء هذه المنطقه ديال المجاوره 9 يوليوز، باعتبار انها جات في واحد المنطقه مهمه، وكذلك في المنطقه ديال البيضي، وفي المنطقه اللي جات من مورا المحطه ديال القطارات المؤديه الى تجزئه امنيه وتجزئه الرابع، ثم في طريق ميلس. يعني مجموعه من الفضاءات اللي اصبحت فيها مخلفات البناء. اذا فرد من الافراد ديال الساكنه ديال الحي الحسني العوينه مجلجه اللي كنطلبوا من الناس المسؤولين انه هذيك المطرح ديال النفايات اللي كاين انفاس مع الحي ديال سيدي عمر، يعني المنظر الجميل والحي الحسني، انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذيك الحاله الغير صحيه اللي كاينه في هذه المنطقه هذه، الشيء اللي كيجعل انها كتشكل خطوره على الاطفال الصغار وعلى النساء، وحتى البراني منين كيدوز يعني راه كيشمئز من هذاك المنظر ديال هذيك المطرح ديال النفايات. كما شفتوا ان الحي ديالنا كيعاني من واحد المرمى ديال النفايات غير مراقب. يعني واحد المكان اللي حنا ضررنا منه بزاف، هذيك الازبال اللي كاينين تما يعني كتنتج روائح كريهه، والوليدات الصغار كيلعبوا في ذاك المكان، يعني كيقدر انهم يتصابوا بتسمم بزاف. يعني ما كايناش واحد الرعايه خاصه بذاك المكان. يعني كنطالبوا من السلطات والناس المسؤولين مراعاه الساكنه ديال الحي الحسني، مجموعه الاطلس العوينه مجلجه. كنتمنوا من الله انهم يراعيوا لنا الظروف ديال هذيك الازبال